بكرة الزمالك وبيراميدز في استاد القاهرة الساعة 8. تخيلوا لما يطلع ناجي جده مدرب بيراميدز اللي عامل فيها اهلاوي هو زيه زي حريم سعيد بالظبط. الفلوس هي اللي بتشغله وهي اللي بتجيبه وهي اللي بتوديه. طلع جده على الهوا وقال ان بيراميدز هيريح من 5 ل6 لعيبة بكرة امام الزمالك. بيقول مصابين، هما مش مصابين، لا هما زي الفل، بس بيراميدز خايف ان اللعيبه دي تاخد الانذار امام الزمالك فيتوقفوا امام الاهلي. محمد الشيبي وزلاكا ووليد الكرتي وفيستون مايلي ومصطفى زيكو ومروان حمدي واحمد سامي، مجموعه كبيره من لاعبي بيراميدز عندهم انذارين، والانذار اللي جاي يوقفوا. حاجه جديده في تاريخ التواطؤ في كره القدم. تخيل بيراميدز عنده استعداد يضحي بماتش الزمالك اللي هو ممكن يحدد بطل الدوري، اللي هو لو بيراميدز كسبه ممكن يقرب جدا من الفوز بالدوري لأول مرة في تاريخه. تخيل ممكن يضحي بالماتش ده عشان يدخل ماتش الأهلي كامل الصفوف بعد ما يكون خسر من الزمالك وكل هدفه انه يطيح بالأهلي بره دوري الأبطال. للأسف ناس مريضة إلى أقصى درجة، ناس نادي اتعمل بس كيدا في النادي الأهلي.